رجالتنا ابطال البشرولوجي، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلصنا الترم الاول على خير والحمد لله. مذكرة ليلة الامتحان ما خرجش منها امتحان اغلب المحافظات او كل المحافظات اصلا. فيعني بعد النجاح الكبير ده قررنا ان احنا نشتغل بنظام جديد الترم التاني. النظام الجديد ده هيكون عن نظام متابعة اونلاين، هيكون فيه تصحيح واجبات، هيكون فيه استفسار عن اي الاسئلة، هيكون فيه متابعة دورية معاك، امتحانات كل حصة، امتحانات كل شهر، حاجات دي باستمرار بمتابعة خاصة شوية على الواتس. وده هيكون في اشتراك بسيط جدا كده. ابعت لي على الواتس وانا هقول لك كل التفاصيل، ما تقلقش، هو اشتراك بسيط خالص خالص خالص. طيب، النهارده يا مستر اول حصه لينا في الترم التاني، والمنهج بتاعنا الجديد ده بيتكلم عن ايه؟ منهج الترم التاني هو منهج سهل وبسيط ولذيذ، هو 4 وحدات متقسمين كده، اول واحده درسين، التانية 3 دروس، ويبقى كده درس ودرس، فتلاقي الدنيا سهله جدا، هم كلهم تقريبا 7 دروس على بعض، فالدنيا سهله خالص خالص خالص. طيب، اول درس المستر بيكلمني عن ايه؟ بيكلمني عن الكيمياء، اول وحده كيمياء، تفاعلات كيميائيه. طيب، اول درس بيكلمني عن التفاعلات الكيميائيه. طب ايه ده يا مستر؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن التفاعلات الكيميائيه، وانا نسيت اصلا الكيمياء، وانا ايه ده، ما بحبش الكيمياء دي، الكيمياء مكلكعه والكيمياء معقده طيب، واحده واحده كده هنشتغل شويه على الاساسيات، البيزكس العاديه، وبعد كده هنبدا نشد واحده واحده. اصلا يعني جزء الكيمياء اللي عندك هو بسيط وتافه جدا جدا. طيب، تمام. الدرس مش صعب خالص، الدرس سهل وبسيط. لو فهمته صح اشتغل معايا واحدة واحدة كده وهنبدأ نفهم صح. طيب، انا عندي اول حاجة يا مستر بدأ يقول لي يعني ايه فلزات اصلا، يعني ايه لا فلزات. انا عارف يا مستر، ولو مش عارف اديني بقول لك. طيب، الفلزات هي اي عنصر بينتهي توزيع الالكتروني بواحد او اتنين او تلاتة الكترون. ايه ده، واحد او اتنين او تلاتة الكترون اقدر اقول عليه ده من الفلزات؟ يا مستر، اي عنصر بينتهي بواحد او اتنين او تلاتة الكترون ده يبقى ايه؟ ده يبقى فلز. طيب، تمام. اللافلزات بقى اي عنصر ينتهي بكام؟ من اول 5 6 7 الكترونات. طيب يا مستر، ايه ده في 4 في النص، انت قلت 1 2 3 5، في 4 في النص وفي بعد كده 8. طيب، الأربعة دي يا مستر بيكون حاجة اسمها شبه فلز، بيكون أشباه الفلز ذات. طيب، أشباه الفلزات دي بتكون عبارة عن إيه؟ بتجمع بين خواص الفلزات وخواص اللا فلزات، خواص الفلزات وخواص اللا فلزات. طيب، مش موضوعنا. طيب، أنا عندي يا مستر أي ذرة أو أي عنصر سوري هو عايز يستقر، اي عنصر عايز يستقر. طيب، يعني زيك كده مثلا، انت عايز ايه؟ عايز تستقر في بيتك، صح كده؟ بل لما تكبر وتشتغل وتتجوز انت عايز تستقر وتبني اسره وتعمل عيله، صح كده؟ عايز ايه؟ عايز تستقر. العناصر والذرات هي برضو عايز ايه؟ عايز تستقر. فالاستقرار بتاعها بيكون امتى؟ لما يتحول لغاز خامل، لما يكون اخر مستوى طاقه فيه كام؟ في 8 الكترون، مكتمل بالايه؟ مكتمل بالالكترونات. طيب يا مستر، انا عندي واحد، لو عايز اوصل للتمانية اعمل ايه؟ ارمي الواحد ده عشان ارجع للمستوى اللي قبله، ولا اخد 7؟ لا يا مستر، الاسهل ايه؟ الاسهل ان انا ارمي واحد، صح كده؟ فالفلزات بتميل الى ايه؟ الفلزات تميل الى فقد، تميل الى ايه؟ تميل الى فقد الالكترونات، تميل الى فقد الايه؟ الالكترونات، تميل الى فقد الالكترونات. طيب، لما تفقد الكترونات بتتحول لحاجه عندي اسمها ايون. ايون ايه؟ ايون موجب. ايون ايه؟ ايون موجب. هي مش فقدت يا مستر؟ يبقى يتحول لايون موجب. يتحول لايون ايه؟ يتحول لايون موجب. طيب، تمام زي الفل. نيجي بقى للافلزات. اللافلزات دي يا مستر هي 5 أو 6 أو 7. طيب، الأسهل تكتسب 1 2 3 ولا تفقد ال5 6 7؟ لا، الأسهل إن إيه؟ تكتسب. الأسهل إن إيه؟ تكتسب. يبقى اللافلزات بتكتسب ايه؟ الكترونات. طيب، تمام. يبقى ايه؟ يبقى اللافلزات بتكتسب، الفلزات هي اللي ايه؟ هي اللي بتفقد. ماشي. طيب، لما بتكتسب يا مستر بتتحول لايه؟ تتحول لايون سالب. تتحول لايون ايه؟ تتحول لايون سالب. تتحول لايون ايه؟ تتحول لايون سالب. طيب، تمام. يبقى انا كده عرفت الفلزات وعرفت اللافلزات. فاضل معلومه صغيره في الفلزات واللافلزات ويكون كده خلصناها.
عندي حاجه اسمها الكترونات التكافؤ. طيب الكترونات التكافؤ دي يا مستر او التكافؤ بتاعها ده بعرفه ازاي؟ بعرفه عن طريق الالكترونات اللي في المستوى الاخير، الالكترونات اللي هو بيفقدها. لو واحد يبقى ده الكترون التكافؤ بتاع واحد، اتنين هكذا، تلاته هكذا. طيب هنا اللي هيكتسبها اللي ايه؟ اللي هيكتسبها اللي هي الايه؟ الباقيين يعني. تمام يبقى انا كده يا مستر فهمت يعني ايه فلزات، فهمت يعني ايه فلزات، فهمت والدنيا زي الفل. ها ولا في اي حاجه مش عارفها؟ لو في اي حاجه مش عارفها يلا بينا على الواتس ابعت لي وهشرح لك كل حاجه تاني يا بطل. طيب تمام. ولو ما فهمتش برضه ممكن تعيد الفيديو هتلاقي كل حاجه اتشرحت وزي الفل. ماشي. نيجي بقى على الرموز الكيميائيه. نيجي على الايه؟ الرموز الكيميائيه. انا عندي شويه رموز كيميائيه لشويه العناصر لازم اعرفهم عشان بعد كده وانا شغال في المعادلات الاقي الدنيا سهله والاقي نفسي انا فاهم انا شغال ازاي. طيب انا عندي يا مستر الهيدروجين. تعالى كده ناخد عناصرهم واحده واحده مع بعض. طيب الهيدروجين ده اتش، صوديوم ان ايه، كلور سي اي سي ال، بوتاسيوم كي، فضه اي جي، فضه ايه جي. طيب المجموعه دي يا مستر اللي هو هيدروجين صوديوم كلور بوتاسيوم فضه دول دي عناصر ايه؟ دي كده عناصر بسميها عناصر احاديه التكافؤ. عناصر ايه؟ احاديه التكافؤ. عناصر ايه تاني؟ احاديه التكافؤ. طيب عندي يا مستر سوري اكسجين. الاكسجين او، اكسجين او، مغنيسيوم ام جي، مغنيسيوم ام جي، كالسيوم سي اي، خرسين زد ان برافو، نحاس سي يو تمام، زئبق اتش جي. طيب دول يا مستر بقول عليهم ان هي تكافؤها، المجموعه دي تكافؤها ثنائي التكافؤ. ثنائي التكافؤ، ثنائي ايه؟ ثنائيه التكافؤ او ثنائي التكافؤ. طيب تمام يبقى انا كده عندي مجموعه احاديه، مجموعه ثنائيه. طيب ايه ده يا مستر؟ مفيش تكافؤها ثلاثي؟ ما كان فيه هنا اهو. لا فيه، استنى بس، ما قلت لك مفيش؟ لا فيه. طيب عنصر واحد عندي هو اللي ثلاثي التكافؤ وهو الالومنيوم الالومنيوم. طيب ده تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثلاثي التكافؤ، ثلاثي التكافؤ. تمام. طيب ايه ده الحديد يا مستر انت كاتبه كده ده تبع الثنائي ولا تبع الثلاثي ولا تبع الاحادي ولا ده في حاجه رباعي؟ لا مفيش رباعي. طيب الحديد ده تبع ايه؟ الحديد ده ممكن يكون ثنائي وممكن يكون ثلاثي. ايه ده؟ لا واحده ثانيه بس. الحديد يا مستر ممكن يكون ثنائي وممكن يكون ثلاثي. طيب ايه ده ازاي؟ هقول لك ازاي. انت مثلا اسمك ايه؟ ها اسمك مثلا احمد. طيب بينادوك في البيت ايه؟ حماده. في المدرسه احمد، مع اصحابك ميدو، وهكذا. صح كده؟ يبقى انت ليك اسم واحد صح كده بس بيتنادى عليك بكذا حاجه. طيب نفس الفكره الحديد لو قلت حديدوز، الحديد انا عارف بس الاول اللي هو اف اي. طيب لو قلت حديدوز يبقى ده ثنائي، حديدوز ثنائي. لو قلت حديديك يبقى ثلاثي. يبقى ايه؟ يبقى ثلاثي. تمام يبقى حديدوز ثنائي، حديديك ثلاثي. تمام كده؟ تمام. يبقى انا كده يا مستر فهمت العناصر بتاعتي وعرفت رموزها وعرفت تكافؤاتها عشان هنشتغل بيها بعد شويه، فركز وصحصح معايا. طيب تمام. عندي شويه مركبات برضو بستخدمها بكثره. ايه هما؟ عندي الهيدروكسيد اللي هو OH. طيب النترات NO3، نترات NO3، نيتريت NO2، نيتريت NO2. طيب تمام. برضو المجموعة دي يا مستر الهيدروكسيد والنترات والنيتريت دي مجموعة عناصر مجموعة مركبات أحادية. مجموعة مركبات ايه؟ أحادية. مجموعة مركبات أحادية. طيب تمام. نيجي نخش على الكبريتات والكربونات. الكبريتات SO4، كبريتات SO4، كربونات CO3، كربونات CO3. طيب يا مستر المجموعة دي أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية؟ دي مجموعة ثنائية التكافؤ. ثنائية الايه؟ ثنائية التكافؤ، ثنائية الايه؟ التكافؤ. طيب تمام. يبقى انا كده يا مستر لغاية دلوقتي فهمت ايه؟ فهمت الفلزات بعرفها ازاي، فهمت الفلزات بعرفها ازاي، لما بتفقد بتتحول لايه، لما بتكتسب بتتحول لايه، عرفت شويه العناصر الكيميائيه اللي عندي دي وعرفت صيغ المركبات كمان. طيب يجي اخر حاجه في الاساسيات عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه هي انواع المركبات الكيميائيه. ايه ده يا مستر؟
وانا عندي انواع المركبات مش انا عندي احماض صح كده؟ انا عندي ايه يا مستر؟ عندي احماض صح كده؟ احماض. وعندي ايه تاني؟ عندي غير الاحماض عندي قلويات اللي هي القاعده. طيب عندي ايه تاني؟ عندي املاح. وعندي ايه تاني؟ عندي اكاسيد واملاح. عندي اكاسيد واملاح صح كده؟ طيب تمام. نيجي يا مستر الاحماض. الحمض بيبدا باتش. الحمض بيبدا بايه؟ يبقى يبدا كده اي حمض يبدا باتش. اي حمض يبدا باتش. اي حمض يبدا باتش. طيب القاعده تنتهي باو اتش. القاعده تنتهي باو اتش. القاعده تنتهي بايه؟ باو اتش. القاعده تنتهي باو اتش. طيب الاكسيد ينتهي باو. الاكسيد ينتهي باو. الاكسيد ينتهي بقوا. الاملاح اي حاجه غير دول. الاملاح اي حاجه غير دول. يعني يا مستر لو جبت لك فلز ولا فلز وقلت لك دول ايه، هتقول لي ملح. اي حاجه ما فيهاش، ما بتبداش باتش، ما بتنتهيش بو اتش، ما بتنتهيش بو، يبقى دي املاح. يبقى دي ايه؟ املاح. زي ايه يا مستر؟ زي كده قلت لك اتش سي ال ده كده ملح. هيدروكسيد صوديوم ده كده قاعده. اكسيد نحاس ده كده ايه؟ اكسيد. تمام تمام. نيجي بقى يا مستر بعد كده على التفاعل الكيميائي. ويعني ايه تفاعل كيميائي؟ احنا كده دخلنا بقى في قلب الدرس. التفاعل الكيميائي يا مستر انا بقول عليه ايه؟ هو كسر وتكوين. ايه ده بس كده؟ بس كده. هتلاقي تعريف كتاب الامتحان او كتاب المدرسه، هتلاقي له يقعد دشش لك سطرين ولا حاجه. طب ايه ده يا مستر؟ هو كده التعريف اللي هو كسر وتكوين. كسر وتكوين. طيب ازاي؟ تعالى اشرح لك ازاي، وبعد كده اكتب لك القانون، وبعد كده ايه افهمك هو جه منين. انا دلوقتي يا مستر عندي الاكسجين. الاكسجين ده زي تكافؤ ثنائي صح كده؟ ادي الاكسجين كل واحد عنده 6. تمام. وعلشان يستقروا بيعملوا رابطه مع بعض كده ثنائيه، علشان ايه؟ كل واحده تبقى عندها 8. طيب جيت انا قمت عملت ايه؟ قمت كسرتهم. قمت عملت ايه؟ عملت كسر. وعملت كسر. وجيت خدت الاكسجينه دي اللي فيها 6، عملتها مع مثلا ام جي فيها 2. تمام. فانا كده يا مستر عملت ايه؟ انا كده عملت كسر في روابط المتفاعلات وتكوين روابط جديدة في النواتج. في ايه؟ في النواتج. طيب تاني يا مستر مع بعض كده. تاني يا مستر. طيب يبقى التفاعل الكيميائي هو كسر في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. يبقى انا سهلت لك قلت لك ايه؟ هي كسر وتكوين. كسر جزيئات كسر روابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. يبقى كسر وتكوين. ده كده بالنسبه لايه؟ للتفاعل الكيميائي. طيب هل التفاعل يا مستر ده ليه اهميه في حياتنا؟ يعني انا بستخدمه كده في حياتي اليوميه بكثره. بستخدمه يعني كتير جدا. طب ازاي؟ انا دلوقتي يا مستر وانت مثلا لو معاك عربيه او حد معاه عربيه تعرفه مش بيحط بنزين. يا مستر. طيب احتراق الوقود ده مش تفاعل كيميائي؟ احتراق الوقود ما ده تفاعل كيميائي. طيب ايه تاني يا مستر؟ عملية البناء الضوئي. عملية الايه؟ البناء الضوئي. مش بياخد ثاني اكسيد كربون وميه وضوء الشمس ويعمل عملية بناء ضوئي ينتج لي سكر الجلوكوز اللي هو غذاء النبات. يا مستر ده ايه ده فعلا عملية ايه؟ تفاعل كيميائي. طيب برضو اقول لك معلومة. التفاعل الكيميائي ده عشان اقول ان المادة دي حصل لها تفاعل كيميائي لازم يكون حاجة حصلت. لازم يكون في مادة جديدة ظهرت. لازم يكون في ايه؟ في حاجة جديدة ظهرت. تمام تمام. طيب ايه تاني يا مستر؟ عندي في الصناعات. في الايه؟ في الصناعات. في الصناعات زي ايه؟ في الصناعات زي عندي الاسمدة، زي عندي الالياف الصناعية، الياف، زي عندي العقاقير، زي عندي الايه؟ العقاقير الطبيه. العقاقير الايه؟ الطبيه اللي هي البرشيموني. الحاجات دي كلها تفاعلات ايه؟ تفاعلات كيميائيه. تمام تمام. نيجي نخش بقى على انواع التفاعلات الكيميائيه. انا عندي مستر انواع من التفاعلات الكيميائيه. عندي 3 انواع. عندي 3 انواع. اول نوع عندي هو تفاعلات الانحلال الحراري. تاني تفاعل اسمه تفاعل الإحلال. تالت تفاعل اسمه الأكسدة والاختزال. الأكسدة والاختزال. طيب
احنا يا مستر هنتكلم عن ايه؟ احنا يا مستر هنتكلم عن التلاتة. طيب هنتكلم عن الانحلال الحراري وهنتكلم عن الاحلال. عندي احلال بسيط وعندي احلال مزدوج. هنتكلم عن الاكسده واختزال، عندي بمفهوم تقليدي ومفهوم حديث او الكتروني. مفهوم حديث او ايه؟ او الكتروني. طيب تمام. نيجي نبدأ مع بعض كده في أول حاجة وهي تفاعلات الانحلال الحراري. تفاعلات الإيه؟ الانحلال الحراري. طيب يا مستر انحلال حراري إيه ده؟ واحدة. أنا دلوقتي لو جيت كده جبت لك المركب ده AB، قلت لك عايز أعمل المركب ده انحلال حراري، حطيت لك كده حرارة، هيطلع لي إيه؟ هتعمل لي أنت إيه؟ هتطلع لي المركب A لوحده والمركب B لوحده، سوري العنصر A لوحده والعنصر B لوحده، صح كده؟ صح كده. يبقى اجي اعرف التفاعلات الانحلال الحراري واقول هي ايه؟ هي تفاعلات كيميائيه يتم فيها تفكك جزيئات المركبات الى عناصرها الاولى او البسيطه، الاولى او البسيطه. طيب تمام. يبقى هي عملية كيميائية بيتم فيها تفكك جزيئات المركبات إلى عناصرها الأولية أو الإيه؟ البسيطة. يجي يقول لك كده إيه؟ عندي عنصر معين عملت له رجعته إلى عناصره الأولى أو عناصره البسيطة، يبقى ده إيه؟ ده تفاعل انحلال حراري. طيب تمام يا مستر، تمام. عندي أنواع التفاعلات الانحلال الحراري، عندي فيه 5 أنواع. يا مستر في 5 أنواع. إيه هما؟ انا اختصرتهم لك في 3 كلمات بالظبط. ايه هي ال3 كلمات دي؟ تعالى كده مع بعض نحفظها. اسمها ايه؟ اكهرب كبريتات نترات. اكهرب كبريتات نترات. اكهرب ايه؟ اكهرب كبريتات نترات. اكهرب كبريتات نترات. اكهرب كبريتات نترات. تعالى كده نفك الشفره دي يا مستر. ايه اكهرب كبريتات نترات دي؟ ألف كاف دي أكاسيد الفلزات. طيب دي أكاسيد. اله هيدروكسيد الفلزات. ماشي. ايه تاني؟ ب كربونات الفلزات. طيب كبريتات الفلزات تنزل زي ما هي كبريتات الفلزات، ونترات الفلزات برضه هتنزل زي ما هي. يبقى اكهرب كبريتات نترات، اكهرب كبريتات نترات، اكهرب كبريتات نترات. فيها ال5 انواع. اكهرب كبريتات نترات فيها ال5 تفاعلات. اكهرب كبريتات نترات فيها ال5 تفاعلات. اكهرب كبريتات نترات فيها ال5 تفاعلات بتوع ايه؟ 5 تفاعلات بتوع الانحلال الحراري. طيب تمام. اكهرب فيها 3 اكاسيد هيدروكسيد كربونات، اكاسيد هيدروكسيد كربونات، اكاسيد هيدروكسيد كربونات. كبريتات نترات تنزل زي ما هي، كبريتات نترات تنزل زي ما هي. تاني اكهرب كبريتات نترات، اكهرب كبريتات نترات، اكاسيد هيدروكسيد كربونات، كبريتات ونترات. اكهرب كبريتات نترات فيها 5 تفاعلات. اكهرب كبريتات نترات فيها 5 تفاعلات. اكاسيد هيدروكسيد كربونات كبريتات نترات، كربونات كبريتات نترات، اكاسيد هيدروكسيد كربونات كبريتات نترات. تمام. دول ال5 تفاعلات بتوع الانحلال الحراري. طيب تمام. تعالى كده يلا بينا واحدة نمسك تفاعل من التفاعلات دي ونشتغل عليه. يلا بينا يا مستر، يلا بينا. عندي أول تفاعل انحلال حراري لبعض الأكاسيد. طيب أنا كده جبت لك أكسيد فلز، ماشي، وقلت لك اعمل لي إحلال أو انحلال حراري للأكسيد ده. هيطلع إيه يا مستر؟ أكاسيد الفلزات، أكسيد الفلز بيخرج بالانحلال الحراري الفلز زائد أكسجين، الفلز زائد إيه؟ زائد أكسجين. طيب تعالى كده نجيب مثلا اكسيد الزئبق. طيب اكسيد الزئبق ده اللي هو HGO. طيب عملت له انحلال حراري، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي فلز ده اللي هو ايه؟ اللي هو HG الزئبق. وهيطلع لي ايه تاني؟ الO2 الاكسجين، صح كده؟ طيب تعالى كده نشوف وزن المعادله. انا عندي يا مستر كان داخل HG خرج HG، كان داخل 1O خرج 2O، يبقى ما ينفعش، يبقى اوزن هنا ب2. طيب 2 HG خرج 2 HG، نوزن هنا كمان.
طيب 2 او خرجت 2 او، يبقى انا كده المعادله بتاعتي اتوزنت. كده المعادله بتاعتي ايه؟ المعادله بتاعتي اتوزنت. طيب عندي يا مستر تعالى كده نشوف الالوان بتاعتهم. تعالى نشوف الالوان بتاعتهم. اكسيد الزئبق ده كان لونه ايه؟ كان لونه احمر. اكسيد الزئبق ده كان لونه احمر. خرج زئبق لونه ايه؟ لونه فضي. خرج زئبق لونه فضي. واكسجين، الاكسجين ده بكتشفه ازاي؟ الاكسجين ده يا مستر بيزود من اشتعال عود سقام مشتعل، يزود من اشتعال عود سقام مشتعل. ده الايه؟ ده الاكسجين. طيب تمام كده؟ تمام. يبقى انا اول معادله فهمت بتتعمل ازاي، فهمت بتخرج ايه، يبقى انا كده خلاص حفظت المعادله وفهمتها. اكاسيد الفلزات بتخرج الفلز واكسجين، اكسيد الفلز بيخرج الفلز والاكسجين. طيب تمام. هيدروكسيد الفلز بقى، هيدروكسيد الفلز يا مستر انا كده قلت لك ان هيدروكسيد الفلز هيخرج لي ايه؟ هيخرج لي اكسيد الفلز زائد ايه؟ زائد ميه. زائد ايه؟ زائد ميه. طيب تعالى كده نشوف. هجيب لك هيدروكسيد فلز ده اجيب لك ايه اجيب لك هيدروكسيد نحاس. تعالى كده نشوف هيدروكسيد نحاس. طيب يا مستر انا ما بعرفش اكتب الرموز، ما بعرفش اكتب العناصر، ولا مش عارف احل كيمياء ولا استرجل كده. طيب واحده واحده. هو قال لك ايه؟ قال لك عايز هيدروكسيد نحاس، صح كده؟ تعالى نشوف الهيدروكسيد. الهيدروكسيد دي ايه؟ او اتش. تحت الهيدروكسيد واكتب الاو اتش. تحت الهيدروكسيد واكتب الاو اتش. طيب النحاس، تعالى فين النحاس؟ فين النحاس؟ النحاس اهو سي يو. تحت النحاس واكتب سي يو. تحت النحاس واكتب التكافؤ بتاعه، لسه جايبه اهو ثنائي. طيب الهيدروكسيد احادي، تحط الاحادي. طيب لما اجي اعمل مقص كده ايه اللي هيطلع؟ هيطلع ان السي يو هتاخد الواحد، ادي كتبت السي يو. الاو اتش هتاخد 2، الاو اتش اهي هتاخد 2. طيب اكتب الاثنين كده. لو كتبت الاثنين كده يبقى الاثنين دي بتاعت الاتش بس، فبعمل ايه؟ بعمل قوس كده بسميه باي. بعمل قوس كده بسميه ايه؟ باي. يبقى الاثنين دي للاثنين الاو والاتش. تمام تمام. ها موضوع صعب؟ اسهل حاجه. طيب ثانيه واحده. قلت لك ان هي هتخرج لي ايه؟ قلت لك ان هي يا مستر هتخرج لي ايه؟ اكسيد الفلز اللي هو سي يو او. سي يو او. وهتخرج لي ايه تاني؟ اتش 2 او. هتخرج لي اتش 2 او. ده بخار ميه. ده بخار ايه؟ ميه. تعالى كده نعرف الالوان. تعالى نعرف ايه الالوان. طيب قبل كده ثانيه واحده عشان اللون ده مش عاجبني كده. طيب تعالى نعرف كده الالوان. انا قلت ايه؟ سي يو او اتش باي 2. تمام تمام. هيدروكسيد النحاس ده كان لونه ازرق. هيدروكسيد النحاس ده كان لونه ايه؟ ده كان لونه ازرق. كان لونه ازرق يا مستر. يبقى هيدروكسيد النحاس ده لونه ازرق. هيدروكسيد النحاس لونه ازرق. اكسيد النحاس لونه اسود. اكسيد النحاس لونه اسود. وده بخار ميه. وده بخار ايه؟ بخار ميه. طيب تعالى كده نشوف المعادله دي موزونه ولا مش موزونه. السي يو خرجت سي يو واحده، ماشي. الاو 2 خرجت او 2. تمام. الاتش 2 خرجت اتش 2. يبقى ايه المعادله دي كده يا مستر؟ موزونه وزي الفل. المعادله كده موزونه وزي الايه؟ زي الفل. طيب تمام تمام. نيجي بقى نخش على كربونات الفلز. كربونات الفلز يا مستر هجيب لك كربونات نحاس. انا مش هعرف يا مستر اكتب الرمز. اهدى يا حبيبي، اهدى يا بابا. طيب قلت لك كده كربونات، ادي سي او 3. ادي الكربونات نحاس. تحت الكربونات اكتب سي او 3. تحت النحاس اكتب سي يو. قلت ده تكافؤ ثنائي، ده تكافؤ ثنائي، الاثنين راحوا مع بعض. يبقى هقول له كده ان الرمز بتاعه او المركب بتاعي رمزه كده سي يو اس او سي او 3. يبقى اقول له سي يو سي او 3. طيب انا اصلا ما قلتلكش يا مستر ان كربونات الفلز دي هتطلع لي اكسيد الفلز زائد ثاني اكسيد كربون. زائد ثاني اكسيد كربون. طيب فانا عندي كربونات النحاس هتطلع لي سي يو او اكسيد النحاس زائد سي او 2 ثاني اكسيد كربون. ده ايه؟ ده متصاعد. ده ايه؟ ده متصاعد. طيب تمام تمام. الاكسيد كربونات النحاس دي لونها ايه؟ كربونات النحاس دي لونها اخضر. كربونات النحاس دي لونها اخضر. طيب الاكسيد اسود، لسه قايلين مش هيتغير اكيد، فوق اسود تحت اسود. طيب ده ثاني اكسيد كربون بيعكر ماء الجير الرائق. ثاني اكسيد الكربون بيعكر ماء الجير الرائق. تمام تمام. كبريتات الفلز. كبريتات الفلز. كبريتات الفلز يا مستر برضو بتخرج لي اكسيد الفلز. برضو بتخرج لي اكسيد الايه؟ اكسيد الفلز زائد ثالث اكسيد الكبريت. ثالث اكسيد
الكبريت، ثالث اكسيد الايه؟ ثالث اكسيد الكبريت. طيب جيت كده جبت لك كبريتات الفلزات، هاتها انت كده وقول لي هكتب ايه بسرعه كده، يلا بسرعه. برافو عليك، هكتب كده السي يو. ايوه، وقف الفيديو يا وحلها يلا. ايوه اس او 4. برافو على كل اللي جاب. عملت الحلال الحراري، بحط على السهم حراره، بحط على السهم ايه؟ حراره. تمام. هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي اكسيد سي يو او زائد اس او 3، ثالث اكسيد. اكسيد وثالث اكسيد ده برضو متصاعد. طيب يبقى انا عندي كبريتات نحاس، دي برضو لونها ازرق، والاكسيد ايوه لونه اسود، وده ثالث اكسيد. ده ثالث ايه؟ اكسيد الكبريت، ثالث اكسيد الايه؟ الكبريت. تمام. فاضل اخر واحده يا مستر، النترات. نترات الفلز. نترات الايه؟ الفلز. نترات الفلز دي يا مستر بتخرج لي ايه؟ نترات بتخرج لي نيتريت. نترات بتخرج لي نيتريت الفلز زائد ايه؟ اكسجين. زائد ايه؟ زائد اكسجين. طيب يعني يا مستر لو انا عندي دلوقتي قلت لك كده ان انا هجيب ايه؟ قلت لك هجيب نترات صوديوم. نترات صوديوم، تعالى كده نهاتها من هناك. نترات NO3. طيب صوديوم، فين الصوديوم؟ Na. الصوديوم Na، والاثنين احادي، يبقى الاثنين ينزلوا زي ما هما. طيب اعمل له انحلال حراري بالحراره. قلت لي هتطلع لي ايه يا مستر؟ قلت لك هتطلع لي نيتريت NaNO نيتريت 2. نيتريت ايه؟ 2 زائد O2 زائد O2. ده غاز ايه؟ ده غاز متصاعد. طيب تعالى كده نوزن المعادله بتاعتي. اوزن المعادله بتاعتي، واحد صوديوم واحد ايه ان واحد ان 3 او خرجت 4 او. لا ثانيه واحده، يبقى نوزن هنا كده ب2. طيب دخلت 2 ان ايه، يبقى هنا هتخرج 2 ان ايه؟ 2 ان 2 ان كده يا مستر 6 او. كده دي 4 وادي 2 6 او. تمام. تعالى نشوف بس الالوان هي اللي ناقصه. النترات دي كان لونها ابيض. النترات دي لونها ابيض، بعد التسخين تقلب نيتريت ابيض مصفر. بعد التسخين تقلب نيتريت ابيض مصفر. بعد التسخين تقلب نيتريت ابيض مصفر. يبقى النترات ابيض، بعد التسخين تقلب نيتريت ابيض مصفر، تقلب نيتريت ابيض مصفر، تقلب نيتريت ابيض مصفر. تمام. والاكسجين زي ما قلت لك بيزيد من اشتعال عود استيقاظ، بيزيد من اشتعال عود الايه؟ استيقاظ. تمام. كده يا ابطال احنا خلصنا تفاعلات الانحلال الحراري كلها. طيب تعالى كده ربط لك كام معلومه بسرعه جدا. انا عندي هيدروكسيد كربونات كبريتات بتطلع لي اكاسيد الفلز وناتج ثانوي. في الهيدروكسيد بتطلع ميه، في الكربونات بتطلع ثاني اكسيد كربون، في الكبريتات بتطلع ثالث اكسيد الكبريت. اكاسيد الفلزات بتطلع فلز واكسجين، والنترات بتطلع ايه؟ نيتريت واكسجين. يعني كده عندي اتنين بيطلعوا اكسجين، خلي بالك. تمام. الاكسيد النحاس لونه اسود. اكسيد النحاس لونه اسود. طيب الهيدروكسيد والكبريتات لونها ازرق. الهيدروكسيد والكبريتات لونها ايه؟ لونها ازرق. تمام. عندي في حاجه كده يا مستر برضو في اخر الجزئيه دي، اسمها ايه؟ اسمها الاير باج او الوساده الهوائيه. الاير باج او الوساده الهوائيه دي بيكون كيس قابل للنفخ، بيكون مملي بغاز اسمه غاز ازيد الصوديوم. غاز ايه؟ غاز ازيد الصوديوم. تعالى كده اكتبها لك تحت هنا خالص، غاز ازيد الصوديوم. غاز ازيد الصوديوم ده اللي هو بيكون عباره عن 2NaN3. ده كده غاز ازيد الصوديوم. طيب بيحصل شرر كهربي في العربيه دي لما بيحصل تصادم او بيحصل هبوط مفاجئ في السرعه، او الراجل ده عمل حادثه لا قدر الله، فبيحصل شرر كهربي. شرر ايه؟ شرر كهربي. فبيتحول لصوديوم 2Na زائد 3N2 ونيتروجين. النيتروجين ده اللي بيملى البالونه دي. النيتروجين ده اللي بيملى البالونه. ده غاز النيتروجين اللي بيملى البالونه الوساده الهوائيه دي او الايرباج علشان تتفتح. فلما يجي السائق يصطدم في الطاره او يصطدم في اي حاجه قدامه، بيتخفف الضغط شويه للراجل ده، ما يحصلوش يعني كسور متقدمه او كسور خطيره بعد الشر يعني. طيب عندي اغلب العربيات الحديثه بيكون فيها ايرباج في الطاره، ايرباج في الجوانب بتاعه العربيه. طيب العربيات القديمه شويه دي بتبقى على الله حكايتها، ما فيهاش اي ايرباج، وبتبقى ايه؟ على الله السلامه كده، وايه؟ والسواق وهو وحظه. طيب تمام. في اخر معلومه ان الايرباج دي بتتملي يا مستر في قد ايه؟ بتقعد نص ساعه على ما العمليه دي تحصل؟ لا، بتاخد 40 مللي من الثانيه. 40 مللي من الثانيه، يا نهار ابيض يا مستر، ده وقت قليل جدا. ايوه 40
ملي ثانية، 40 ملي ايه ثانية، وقت قليل خالص. لو اول بس ما السايكل يدوس على الفرامل فبتقوم ايه الشرر يحصل والازيد الصوديوم ينحل الى صوديوم ونيتروجين، فبتملى البالونه بغاز النيتروجين ده، والسواق لما يجي يخبط يلاقي الارباك دي فتحت له. تمام تمام. يلا بينا يا ابطال نخش على السبوره اللي بعد كده، الاحلال البسيط والمزدوج بالاسباب والاختزال. ما تنساش عندنا نظام متابعة قوي الترم ده، ما تنساش تبعت لنا على رقم الواتس 012 028 26 714. يلا بينا نخش على السبورة اللي بعدها. يلا بينا يا ابطال. يلا بينا ابطال البيولوجي نخش على الجزء الثاني عندنا في الدرس الاول اللي هو التفاعلات الكيميائيه، وكان بيتكلم في تفاعلات الاحلال. هنتكلم في السبوره دي عن تفاعلات الاحلال البسيط، تفاعلات الاحلال المزدوج. يلا بينا كده نخش نشوف تفاعلات الاحلال البسيط، وايه مستر الرص اللي انت رصصها دي، وايه الكلام الغريب ده، وايه اللب الصور والحاجات دي. واحده واحده هنعرف كل ده مع بعض. يلا بينا. انا عندي اول حاجه خالص يا مستر، يعني ايه اصلا تفاعلات احلال؟ بصوا قبل ما اكتب اي حاجه وقبل ما اقول لك اي حاجه، يعني حاول كده تفكر معايا شويه. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي تفاعل احلال، صح؟ طيب احلال دي انا مش بحط حاجه مكان حاجه. تصدق يا مستر ده ساعات كده يقول لك مثلا بلغه الشارع شويه، بلغه الصناعيه وكده، يقول لك ايه؟ يقول لك ده انا هحل مثلا المسمار الفلاني، انا عايز مفتاح كذا عشان احل المسمار ده، صح كده؟ مش بيقول لك كده؟ يبقى كلمه احلال دي معناها ايه؟ معناها هبدل، هحل حاجه مكان حاجه، هشيل حاجه مكان حاجه. طيب هيحل ايه؟ وفي التفاعل ده بحل ايه مكان ايه؟ تعال نعرف مع بعض. عندي في تفاعلات الاحلال بعمل ايه؟ تبديل عنصر نشط بآخر أقل نشاط. أقل نشاط بالبلدي كده بكل بساطة. ببدل يا مستر عنصر نشط بيكون نشط، ببدله بعنصر ايه؟ أقل نشاط. ايه ده يا مستر؟ انت بتقول عنصر نشط وعنصر أقل نشاط، صح؟ طيب أنا هعرف منين العناصر النشطة والعناصر الأقل نشاط؟ هو ده بقى اللي أنا جاي لك عشانه. انا عندي حاجه اسمها متسلسله النشاط الكيميائي. متسلسله ايه يا مستر؟ متسلسله النشاط الكيميائي دي بتكون مرتبه العناصر فيها تنازليا حسب ايه؟ حسب النشاط بتاعها، حسب النشاط بتاعها. يعني الاكثر نشاط فوق الاقل نشاط تحت، الاكثر نشاط فوق الاقل نشاط تحت. طيب تعالى كده نعرف رموزهم. انا عندي ليثيوم اي، بوتاسيوم كي، صوديوم Na، باريوم Ba، كالسيوم Ca، مغنيسيوم Mg، ألمونيوم Al، خرسين Zn، حديد Fe، قصدير Sn، رصاص Bb، هيدروجين H. ايه ده يا مستر؟ اشمعنى الهيدروجين انت مميزه كده؟ هنعرف دلوقتي. نحاس Cu، زئبق Hg، فضة Ag، بلاتينيوم Bt، دهب Au، دهب ايوه. تمام تمام. تعالى كده يا مستر نعرف انا ليه مميز لك الهيدروجين ده. انا عندي لما باجي اعمل عمليه احلال لاي عنصر او اي مركب او اي معادله كيميائيه عايز اعملها، هو مديني مثلا عنصرين او حاجه وعايز يعمل عمليه احلال، بعمل ايه؟ بشوف اللي انا هحل محله ده هو اكتر نشاط ولا اقل نشاط. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كده هاجي اقول لك من انواع التفاعلات الاحلال ايه؟ مثلا احلال فلز محل ايه؟ هيدروجين الميه. ايه ده يا مستر؟ يعني انا عايز احل فلز محل هيدروجين. لو جيت قلت لك هحل فلز الصوديوم محل هيدروجين تقول لي ينفع يا مستر ولا لا؟ هتقول لي ينفع. ليه؟ لان الصوديوم او العنصر اللي انا اخترته ده هو اكتر نشاط من ايه؟ من الهيدروجين، فيقدر يحل ايه؟ يقدر يحل محله، صح كده؟ صح يا مستر. لكن لو جيت قلت لك مثلا البلاتينيوم اقدر احله محل الهيدروجين تقول لي لا. ليه لا؟ علشان البلاتينيوم او البلاتين هو اقل نشاط من ايه؟ من اللي فوقيه، اقل نشاط من الهيدروجين. تمام تمام. طيب ثانيه واحده كده ناخد ايه بق من شوب الشاي ده. تمام. طيب تعالى بقى يا مستر، انا عايزك تحفظ المسلسله دي. تحفظها ازاي؟ عن طريق الجمله دي. الجمله دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك لب سوبر كلم الالومنيوم عشان يخطب الخرسين، قال له في سنه بحب الهيدروجين، جاب لها نحاس وزئبق واي جي، قالت له عايزه بلاتين وذهب، قالت له عايزه بلاتين وذهب. ايه ده يا مستر؟ انت الجمله دي كده لما الحاجات دي طب تعالى نشوف كده مع بعض. تعالى نشوف.
عندي اول حاجه اللب دي فيها حاجتين، ليثيوم وبوتاسيوم، يبقى اللب دي ليثيوم وبوتاسيوم. تعالى كده نكتب فوقيها اللب ليثيوم وبوتاسيوم. طيب سوبر دي الصوديوم Na، والبا دي باريوم Ba. طيب يا مستر ماشي. كالسيوم اللي هي كالسيوم دي ايه؟ دي Ca، كالسيوم Ca. الام ايه؟ مغنيسيوم Mg. ألمونيوم هي ألمونيوم Al. علشان ايه؟ علشان يخطب مين؟ يخطب الخرسين زد ان. قال له ايه؟ قال له في اف اي ده الحديد، سنة اس ان ده الايه؟ ده القصدير. بحب الايه؟ بحب ده البي بي اللي هو الرصاص، بحب ده البي بي اللي هو الرصاص. الهيدروجين اتش، جاب لها نحاس سي يو زئبق اتش جي، جاب لها ايه؟ نحاس وزئبق وايه؟ اتش جي. والايه؟ جي دي ايه؟ ده اللي هي الفضه. طيب قالت له ايه؟ قالت له عايزه بلاتين بي تي وذهب اي يو. ايه ده يا مستر؟ ده فعلا دي لما العناصر كلها؟ لما العناصر كلها. طيب تعالى خلينا نحفظها مع بعض. ماشي. لب سوبر كلم الالومنيوم عشان يخطب الهيدروجين، قال له في سنه سوري عشان يخطب الخرسين، قال له في سنه بحب الهيدروجين، جاب لها نحاس وزئبق واي جي. قالت له لا انا عايزه بلاتين وذهب، قالت له لا انا عايزه بلاتين وذهب. طب يلا كمره كمان. ها. لب سوبر كلم الالومنيوم عشان يخطب الخرسين، قال له في سنه بحب الهيدروجين، جاب لها نحاس وزئبق واي جي. قالت له عايزه ايه؟ بلاتين وذهب، قالت له عايزه بلاتين وذهب، قالت له عايزه بلاتين وذهب. يلا مره كمان. ها. لب سوبر كلم الالومنيوم عشان يخطب الخرسين، قال له في سنه بحب الهيدروجين، جاب لها نحاس وزئبق واي جي. قالت له عايزه ذهب وبلاتين، قالت له عايزه بلاتين وذهب او ذهب وبلاتين. تمام. حفظت من السلسله مستر، عرفت اني الاكثر نشاط، عرفت اني الاقل نشاط. تمام عشان بعد كده لما اعمل عمليه الاحلال تكون عارف انا هحل ايه مكان ايه، عشان هاجي كمان شويه واسالك اقول لك ده ينفع يتحل مكانه ولا ما ينفعش. تمام. طيب نيجي بقى نخش على تفاعلات الاحلال البسيط. تفاعلات الاحلال البسيط يا مستر يعني ايه؟ هديك كده مثال وانت هتعرف لوحدك يعني ايه. انا دلوقتي عندي مثلا قلت لك كده المركب اي بي زائد سي، عايز اعمل له احلال. عايز اعمل له ايه؟ احلال. هل يا مستر ينفع احل الايه ده مكان بي؟ ممكن يكون صح. فاقول له ايه؟ اقول له كده طلع لي اي سي زائد بي. اي سي زائد بي. ايه ده؟ انا عملت ايه؟ حليت الاتنين دول مكان بعض، عملت عمليه احلال بسيط. عمليه احلال ايه؟ احلال بسيط. يبقى هو ايه؟ احلال فلز نشط محل فلز اخر اقل منه نشاط. فلز نشط محل ايه؟ اخر اقل ايه؟ اقل النشاط. ده كده تعريف الاحلال الايه؟ البسيط بكل بساطه. طيب تمام. عندي 3 انواع للاحلال او تفاعلات الاحلال البسيط. ايه هم؟ انا في الانحلال الحراري كان عندي 5، المره دي انا عندي 3. المره دي انا عندي كام؟ 3 في الاحلال البسيط و3 في الاحلال المزدوج. طيب واحده. في الاحلال البسيط انا عندي احلال فلز محل هيدروجين ميه، احلال فلز محل هيدروجين حمض، احلال فلز محل فلز اخر فيه ايه؟ في محاليل املاح. طيب ايه ده يا مستر؟ واحده كده. تعالى مع بعض نمسك نقطه، نمسك معادله ونبدا نشتغل عليها. طيب عندي احلال فلز محل هيدروجين ميه. انا دلوقتي كده مستر جيت جبت لك كده فلز نشط زائد ميه. طيب انت بتقول لي احلال فلز اهو محل ايه؟ هيدروجين ميه، يعني فلز وميه. هيطلع لي ايه يا مستر؟ الفلز والميه دول هيطلع لك هيدروكسيد زائد هيدروكسيد زائد ايه؟ هيدروجين. ايه ده يا مستر؟ طب ازاي؟ طيب واحده كده. تعال نشوف مع بعض. انا جبت لك عنصر او فلز اللي هو Na الصوديوم مع H2O ميه. عملت ايه يا مستر؟ جبت صوديوم مع ميه. ايه اللي هيحصل؟ انا الميه دي متركبه ازاي؟ مش 2 اتش؟ طب ما انا ممكن اقول ايه كده اتش او اتش كده، صح. طيب هاخد الاتش دي احل مكانها الايه؟ الصوديوم اللي هو Na. طيب ينفع الصوديوم يحل محل الهيدروجين؟ تعالى كده نشوف. الهيدروجين اهو يا مستر. طيب الصوديوم يقدر يحل محله؟ ده الصوديوم فوقيه يبقى يقدر يحل محله، يبقى الاجابه صح. يبقى هعمل ايه بقى؟ هقول له كده، تعالى كده نكتب بلون تاني. اقول له كده الايه؟ اقول له NaOH زائد ايه؟ زائد H2 زائد ايه؟ H2 ده غاز ايه؟ متصاعد. ده غاز ايه؟ ده متصاعد. طيب تمام يا مستر. تمام.
يبقى انا كده عندي كان داخل صوديوم مع ميه، داخل صوديوم مع ميه، عملت احلال بسيط. عملت احلال ايه بسيط، حليت العنصر النشط محل الايه الاقل نشاط، الصوديوم محل الايه الهيدروجين، فطلع لي ايه، طلع لي صح يا مستر هيدروكسيد الفلز وهيدروجين وهيدروجين. طيب المعادله دي كده موزونه؟ ها لا يا مستر مش موزونه. ليه مش موزونه؟ ان انا كان عندي داخل هنا 2 هيدروجين، خرج لي هنا 3 هيدروجين. طيب تعالى نوزنها، تعالى ايه نوزنها، نوزن هنا كده ب2. طيب 2 صوديوم خرجت ايه 2 صوديوم، ماشي كده يا مستر. دخل ايه ادي ايه، دخل هنا برضو نوزن ب2. يبقى هنا كده دخل ادي، المفروض دي ما كانت هنا كده ايه، كانت كده اهو بس انا فكيتها، فكده ايه 2 في 2 ب4 هيدروجين، خرج لي فعلا ادي 2 هنا وادي 2 هنا 4، وهنا ال2 او خرجت 2 او. يبقى كده المعادله بتاعتي اتوزنت مظبوط، كده المعادله بتاعتي اتوزنت ايه مظبوط. طيب تمام تمام يا مستر. يبقى انا كده عندي ده احلال فلز محل ايه، محل هيدروجين ميه. طيب تعالى نخش على الاحلال اللي بعده. نسيت اقول لك كمان ان في المعادله دي هي بتخرج لي معاها هيت حراره، هيت ايه حراره، تمام حراره. طيب يجي يقول لك كده لما تستخدم الصوديوم استخدمه بكميات قليله. الصوديوم ده بيبقى محطوط اصلا محفوظ تحت سطح الكيروسيل، ليه؟ عشان ما يشتعلش. وعشان ايه مثلا الصوديوم بيشتعل بفرقعه، فبتلاقي شظايا طلعت منه، فبيقول لك استخدم كميه ايه، استخدم منه كميه صغيره عشان تكون ايه في السيف زون وما يحصلكش اي ضرر وانت بتعمل النشاط ده. طيب تمام تمام. يبقى كده اول احلال انا عملته تمام يا مستر. تمام، نيجي نخش على تاني احلال. يلا بينا يلا بينا كده يا ابطال نشوف الاحلال التاني بيقول لي ايه. بيقول لي فلز. انا دلوقتي يا مستر هجيب فلز ماشي مع ايه، محل هيدروجين حمض، يعني هجيب حمض. طيب تمام، هيطلع لي ايه فلز مع حمض، هيطلع لي ملح الحمض، ملح الحمض ده وهيدروجين وايه وهيدروجين سوري هيدروجين اتش. تمام. طيب تعالى كده نجرب على 3 عناصر. تعالى كده نجرب على ايه، على 3 عناصر. يلا بينا. هجيب اول فلز هو الزد ان الخرسين، هفعله مع اتش سي ال، التلاته هفعلهم مع ايه مع اتش سي ال. طيب يبقى انا خدت اول واحد الايه الخرسين هنا اهو يا مستر، ماشي. ناخد كمان الالومنيوم اي ال، ناخد الالومنيوم اي ال مع برضو الاتش سي ال، هشوف هيطلع لي ايه، ماشي. ناخد يا مستر كمان النحاس السي يو، سي يو زائد اتش سي ال، اشوف هيطلع لي ايه. تمام تمام. اول معادله عندي يا مستر تعالى كده نشوف. انا عندي الزد ان يقدر يحل محل الهيدروجين بتاع الحمض. ها فكر كده، بص في المتسلسله ايه يا مستر، الزد ان يقدر يحل محل الهيدروجين، الهيدروجين فعلا يقدر يحل محله، يبقى ده يقدر يحل محله. يبقى اقول له كده ايه زد ان سي ال زائد ايه زائد اتش 2، صح كده؟ طيب تمام، دي كده اول معادله بتاعتي، ماشي. طيب الاي ال يا مستر، هل الاي ال يقدر يحل محل الهيدروجين بتاعي؟ تعال نشوف. الاي ال هو الومنيوم يقدر يحل محل الهيدروجين، فعلا يقدر يحل محله، يبقى الالومنيوم يقدر يحل محل الهيدروجين. يبقى له كده اي ال سي ال زائد ايه زائد اتش 2 زائد اتش 2. تمام تمام. تعالى يا مستر هنا سي يو يقدر يحل محل الهيدروجين. تعالى نبص فين السي يو، السي يو اهو. ايه ده يقدر يحل محل الهيدروجين؟ لا، يبقى ايه ما يقدرش يحل محله. ما يقدرش يحل ايه، ما يقدرش يحل محله. ازاي يا حبيبي، ازاي لما النحاس تحت الهيدروجين قلت لك انا باخد الاكثر نشاط، ببدل الاكثر نشاط بالاقل نشاط، الكبير بحطه محل الايه الصغير. يبقى ازاي، يبقى ايه، يبقى ما ينفعش. يبقى اقول له كده ايه لا يحدث تفاعل، لا يحدث ايه تفاعل. ليه ما حصلش تفاعل يا مستر؟ علشان السي يو اقل نشاط من الايه من الهيدروجين، لان النحاس اقل نشاط من الايه من الهيدروجين في متسلسلات النشاط الكيميائي، في متسلسلات النشاط الايه الكيميائي. تمام. طيب تمام. بغض النظر بقى هنا عن الوزن، تعالى كده نوزن مع بعض. انا هنا يا مستر دي الالومنيوم ثلاثي، فتبقى هنا الزد ان 50 ثنائي، فتبقى 2. تمام. وهبدا اوزن. لما هاجي اوزن الاقي ان هنا دي طالعه ب6، علشان يطلع كده واحد الومنيوم واحد الومنيوم 6 اتش، ادي طلع لي هنا. نوزن هنا نحط كمان 3، يبقى ال6 اتش طلعوا لي 6 سي ال، يبقى نحط هنا ايه 2 وهنا كمان 2. تمام تمام. نيجي هنا على دي نوزنها، الزد ان خرجت زد ان، الاتش خرجت 2 اتش، يبقى نوزن هنا ب2. هنا كده 2 اتش خرجوا 2 اتش، 2 سي ال خرجوا 2 سي
تمام تمام، دي كده ما فيهاش ايه وزن لانها بايظه اصلا. طيب تمام تمام. يعني خلينا مستر فهمت ازاي بحل محل هيدروجين ميه، عرفت ازاي بحل محل هيدروجين حمض. تعالى بقى نعرف نحل ازاي فلز محل فلز اخر. يلا بينا. تعالى كده يا مستر نشوف لما احل فلز محل فلز اخر في محلول املاحه. انا دلوقتي عندي ادي الفلز مثلا، هقول الفلز اهو فلز ايه زائد محلول من الفلز بي، هيطلع لي ايه بقى لما اعمل احلال؟ هيطلع لي محلول الفلز بي زائد ايه زائد سوري، محلول من الفلز ايه من الفلز ايه زائد إيه الفلز بي. طيب تعالى كده يا مستر نجرب ونشوف. تعالى بينا هجيب لك كده اقول لك مثلا تعالى نجيب المغنيسيوم. تعالى نجيب ايه المغنيسيوم مع ايه؟ تعالى نقول مع كبريتات نحاس. طيب يبقى اقول لك كده ام جي زائد سي يو اس او 4. طيب هيطلع لي ايه يا مستر لما اعمل له احلال؟ هو الاول اصلا انا هينفع اعمل احلال للام جي ده يروح محل السي يو؟ طيب انا هشوف يا مستر الام جي ده قبل السي يو ولا لا؟ السي يو تحت اهي. طيب الام جي فين؟ الام جي فين؟ الام جي الام جي ده فوق اهي، يبقى ينفع، يبقى ده يقدر يحل محل ده عادي، يقدر يحل محله. يبقى اقول له كده ام جي اس او 4 زائد ايه ام جي اس او 4 زائد سي يو زائد سي يو ده ايه؟ ده راسب. ده السي يو ده ايه؟ ده راسب. طيب انا دلوقتي عندي يا مستر الايه السي يو اس او 4 كبريتات النحاس دي كانت لونها ايه؟ كانت لونها ازرق، كانت لونها ازرق. خرجت الام جي اس او 4 دي هتبقى لونها ايه؟ دي عديمه اللون. عديم الايه؟ عديم اللون. ركز في الالوان جدا عشان يلعب معاك بالاسئله كتير. طيب الام جي اس او 4 كبريتات المغنيسيوم ده عديم اللون. السيو ده ايه؟ ده كده راسب، ده كده راسب. خلي بالك السهم طالما لتحت راسب، السهم طالما لتحت راسب، السهم طالما لفوق ده غاز متطاير. الغاز ده ايه؟ متطاير. طيب راسب لونه ايه؟ النحاس لوحده راسب لونه احمر، النحاس لوحده راسب لونه ايه؟ راسب لونه احمر. طيب تمام تمام. يبقى انا كده يا مستر عرفت ان كان داخل مغنيسيوم مع كبريتات نحاس الزرقاء، خرجت لي كبريتات مغنيسيوم عديمه اللون وترسب النحاس الاحمر، ترسب السي يو الايه؟ الاحمر. تمام تمام. يبقى انا كده عرفت الثلاث تفاعلات بتوعي. تفاعل محل فلز محل هيدروجين ميه، فلز محل حمض، فلز محل فلز اخر في محاليل ايه؟ في محاليل املاح. تمام تمام. وعرفت مسلسل النشاط الكيميائي بتاعتي. وتعالى كده نقولها بسرعه على السريع. اخر مره لب سوبر كلم الالومنيوم عشان يخطب الخرسين، قال له في انا بحب الهيدروجين، جاب لها نحاس وزئبق. واي جي قالت له عايزه بلاتين وذهب، قالت له عايزه بلاتين وذهب. وعرفت يعني ايه تفاعل الاحلال البسيط. يلا بينا نخش على تفاعلات الاحلال المزدوج. يلا بينا يا مستر، يلا بينا يلا بينا يا ابطال نخش على تفاعلات الاحلال المزدوج. تفاعلات الاحلال المزدوج اللي بيختلف عنها يعني مع تفاعلات الاحلال البسيط هي بس في كلمه مزدوج وبسيط. يعني عندي الاحلال البسيط كان شق واحد بس هو اللي بيحصل له تبادل، لكن هنا هو ايه؟ اجي اعرفه كده اقول هو تبادل مزدوج في شقي الايون. في شقي الايه؟ الايون. يعني انا مثلا عندي مركب اي بي هفعله مع مركب سي دي، فيطلع لي ايه؟ يطلع لي اي دي سي بي، اي دي سي بي زائد سي بي. تمام تمام، ده اللي بيحصل. طيب تعالى كده اول حاجه معايا من انواعه هو حمض مع قلوي. طيب انا عارف ان حمض وقلوي يطلع لي ايه؟ ملح وميه، صح كده؟ ده اللي انت حافظه، حمض وقلوي ملح وميه، حمض وقلوي ملح وميه. طيب تعالى كده نجيب حمض. هجيب حمض ايه؟ اجيب حمض ال HCl، حمض ال HCl. ماشي. عايزين قلوي او قاعده. طيب القاعده احنا قلنا بتنتهي ب OH. هجيب مثلا ايه؟ OH هيدروكسيد صوديوم، نجيب NaOH، نجيب NaOH. يبقى انا عندي يا مستر هعمل احلال مزدوج، ده هيروح مكان ده وده هيجي مكان ده. يعني ايه؟ يعني اقول له كده NaCl زائد ايه؟ NaCl زائد H2O زائد H2O ميه، زائد H2O ميه. تمام تمام. يبقى طلع لي ايه؟ ملح وميه. طلع لي ايه؟ ملح وميه. يبقى حمض وقلوي اقول له كده بيطلع ملح وميه، ملح وايه؟ ملح وميه.
تمام. نيجي على حمض مع ايه؟ حمض مع ملح. حمض مع ايه؟ حمض مع ملح. هجيب برضو يا مستر حمض الايه؟ هجيب حمض ال HCl. هجيب حمض الايه؟ ال HCl. طيب عايز ملح. انا قلت لك ملح اي حاجه بقى ايه؟ ولا اخرها اتش ولا اخرها سوري ولا بتبدا ب اتش ولا اخرها او اتش ولا او. طيب نجيب ملح زي ملح ايه؟ نجيب ملح زي ملح كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم Na2CO3. Na2CO3 لان مجموعه كربونات ثنائيه. طيب تمام. هعملها مستر احلال مزدوج. اعملها احلال ايه؟ مزدوج. ايه اللي هيحصل بقى لما اعملها احلال مزدوج؟ بص دي هتطلع لي 3 حاجات. المعادله الوحيده اللي عندي اللي بتطلع لي 3 حاجات، خلي بالك. ايه هما ال3 حاجات؟ مستر ال Na هتحل محل الهيدروجين. طيب يبقى NaCl. تمام كده اول حاجه. زائد عندي يا مستر ال H هتاخد ال O. ال H هتاخد O يبقى H2O. تمام. زائد هيتبقى معايا يا مستر CO2. ده ايه؟ ثاني اكسيد كربون. ثاني اكسيد ايه؟ الكربون. وده غاز. طيب يبقى انا كده مستر طلعت لي المعادله دي ايه؟ طلعت لي كلوريد الصوديوم اللي هو كلوريد الصوديوم ملح الطعام. طلعت لي إيه؟ ميه. طلعت لي ثاني اكسيد كربون. طلعت لي ثاني اكسيد ايه؟ الكربون. ده كان داخل ايه؟ كان داخل كربونات صوديوم و HCl. ده كان داخل هيدروكسيد صوديوم. لو تلاحظ ان الاتنين طلعوا لي نفس الايه؟ طلعوا لي نفس الناتج اللي هو ايه؟ ملح الطعام. NaCl كلوريد الصوديوم ملح الايه؟ الطعام. ملح. طلعوا لي ايه؟ هما الاتنين املاح. تمام يا مستر. يبقى انا كده عرفت ده طلع لي ايه وعرفت ده طلع لي ايه. ماشي. عايزين بس نوزن المعادله عشان نكون خلصناها. طيب هنا دخل N2 خرجت Na1 يبقى نوزن ب2. هنا كده 2 ماشي. Cl هنا كده 2 يبقى نوزن ب2. 2 ماشي. طيب هنا C دخلت واحدة خرجت سهاية واحدة. ده كده ايه؟ خرجت ثانية واحدة. خرجت دي ده ايه ده؟ دي C صح؟ طيب ادي 1 2 3 خرجت 2 3. تمام. طيب عندي ايه تاني؟ عندي الاو ادي 3 خرجت ادي 1 2 3. يبقى انا كده المعادله بتاعتي اتوزنت. كده المعادله بتاعتي ايه؟ اتوزنت. تمام يا مستر. نيجي بقى على اخر معادله عندي وهي محلول ملح مع محلول ملح اخر بالنسبه للاحلال المزدوج. هنعمل فيها ايه دي يا مستر؟ تعالى اقول لك. هجيب يا مستر محلول ملح. هجيب مثلا كلوريد الصوديوم NaCl مع نترات فضة AgNO3. تمام. طيب لما اعمل يا مستر احلال مزدوج، لما اعمل احلال ايه؟ احلال مزدوج هيطلع لي ايه؟ تعال نشوف هيطلع لي ايه. هيطلع لي NaNO3 زائد AgCl زائد AgCl. AgCl ده راسب لونه ايه؟ ده راسب. ده يا مستر راسب. ايوه راسب لونه ايه؟ لونه ابيض مصفر. لونه ابيض مصفر. طيب الراسب لونه ابيض ايه؟ ابيض مصفر. طب لو جه سالك على لون ال NaNO3 ده ايه؟ ده نترات الايه؟ نترات الصوديوم صح كده؟ نترات الصوديوم دي كان لونها ايه؟ كان لونها ابيض. كان لونها ايه؟ كان لونها ابيض يا مستر. كان لونها ايه؟ ابيض. تمام. انا كده عرفت تفاعلات الاحلال البسيط، تفاعلات الاحلال المزدوج، ايه اللي بيحصل فيها، بتحصل ازاي، بتتم ازاي، وعرفت امثله عليهم والمعادلات وظبطت لك المعادلات. حتى لو كنت تايه في المعادلات ما تشغلش بالك، انت كده لو فهمت الطريقه اللي انا شغال بيها وعرفت ازاي بنحل المعادله وبنكتب الرمز والقانون والعنصر، هتعرف تحل كل حاجه وتعرف توزن يا بطل. ما تشيلش هم المعادلات خالص. يلا بينا نخش على السبوره الثالثه بعد كده ونحل فيها او سوري نشرح فيها ايه؟ الاكسده والاختزال. اخر جزء عندي في الدرس الاول. يلا بينا يا ابطال البيولوجي. يلا بينا يا ابطال نخش على الاكسده والاختزال. تفاعلات الاكسده والاختزال. انا عندي في تفاعلات الاكسده والاختزال دي انا مقسمها لتفاعلين. تفاعل اكسده واختزال تقليدي، وتفاعل اكسده واختزال اسمه الكتروني او حديث. الكتروني او ايه؟ او حديث. طيب اول حاجه كده بالبلدي خالص قبل ما نخش في اي تفاصيل، التفاعل التقليدي ده هو اي تفاعل هتلاقي فيه H او O.
يبقى اي تفاعل فيه اتش او او ده تفاعل ايه؟ ده تفاعل تقليدي. طيب اي تفاعل فيه الكترونات، لقيت كده موجب وسالب، ايون موجب ايون سالب، يبقى ده تفاعل حديث، تفاعل ايه؟ الكتروني. تفاعل ايه؟ الكتروني. طيب تمام. نيجي نخش على اول حاجه عندي وهي المفهوم التقليدي. المفهوم التقليدي ده هو ايه يا مستر؟ بيقول لي كده المفهوم التقليدي هو ايه؟ ان انا عندي جيت جبت لك كده عندي CuO اكسيد نحاس. اكسيد نحاس لونه ايه؟ لونه اسود يا مستر. طيب تمام، اكسيد نحاس لونه اسود. جيت كده يا مستر عديت عليه هيدروجين. عديت عليه ايه؟ عديت عليه هيدروجين. فالهيدروجين ده لما دخل على اكسيد النحاس ده قام عمل ايه؟ الهيدروجين ده بلطجي، قام خد منه الاكسجين. خد منه ايه؟ خد منه الاكسجين. وطلع ازاي بقى؟ طلع H2O، خد منه الاكسجين زائد Cu، زائد ايه؟ زائد Cu. حوله للنحاس. النحاس ده لونه احمر بعد ما كان ايه؟ بعد ما كان اسود. طيب يجي كده يقول لك ايه؟ يقول لك ان الهيدروجين دي هي دي اسمها ايه؟ دي اسمها عامل مختزل. عامل ايه؟ عامل مختزل. ليه يا مستر؟ لانه اختزل الاكسجين من الاكسيد النحاس. خد الاكسجين. خد الايه؟ خد الاكسجين. طيب تمام. ونسمي CuO ده عامل ايه؟ عامل مؤكسد. عامل ايه؟ عامل مؤكسد. طيب العامل المختزل ده يا مستر لما بيعمل العملية دي بسميها عملية ايه؟ بسميها عملية الاختزال ولا الأكسدة؟ العامل عكس العملية. تاني معايا كده، العامل عكس ايه؟ العامل عكس العملية. يعني هو لو عامل مختزل هتبقى دي عملية ايه؟ ايوه برافو عليك، عملية أكسدة. عملية ايه؟ عملية أكسدة. طيب لو عامل مؤكسد عمل العملية دي تبقى دي عملية ايه؟ برافو عليك، دي عملية اختزال. دي عملية ايه؟ اختزال. طيب تمام. يبقى يجي يعرف لك كده العامل المختزل هو ايه؟ العامل المختزل هو العامل اللي اخد الاكسجين، انتزع الايه؟ الاكسجين، او ايه؟ او يمنح الهيدروجين. يبقى كده اقول له ايه؟ اقول له هو العامل الذي ينزع الأكسجين أو يمنح الهيدروجين، أو يمنح الإيه؟ الهيدروجين. طيب تمام. طيب نيجي كده على العامل المؤكسد. العامل المؤكسد عكس العامل المختزل. بيقول له كده هو العامل إيه؟ أيوه الذي يمنح. بقى ده يمنح إيه؟ يمنح إيه؟ يمنح إيه؟ ها؟ الأكسجين. برافو عليك. أو إيه؟ أو ينزع الهيدروجين، او ينزع الايه؟ الهيدروجين. تمام. عملية الأكسدة بقى يا مستر هي ايه؟ هي عملية كيميائية. ايه اللي بيحصل فيها؟ تؤدي، هو ايه اللي حصل هنا؟ زودت نسبة ايه؟ الهيدروجين. اقول له كده زيادة نسبة ايه؟ نسبة الأكسجين او نقص الهيدروجين، او نقص الايه؟ او نقص الهيدروجين، او نقص الايه؟ او نقص الهيدروجين. يبقى زياده الاكسجين او نقص في الهيدروجين. طيب هنا بقى برضه يا مستر عكسها، عمليه الاختزال عكس ايه؟ عمليه الاكسده. يبقى اقول له ايه؟ ها يلا انقل معايا كده عمليه كيميائيه مالها تؤدي الى ايه؟ ايوه من هنا اهو تحت، من هنا تحت اهو، تؤدي الى زياده ايه؟ ها زياده الايه؟ يلا قول معايا الهيدروجين. برافو عليك عشان عكستها. طيب ونقص ايه؟ او نقص ايه؟ سوري، او نقص الايه؟ الاكسجين، او نقص الايه؟ الاكسجين. تمام. يبقى هنا كانت زياده اكسجين او نقص هيدروجين، هنا العكس، زياده هيدروجين او نقص ايه؟ او نقص اكسجين. تمام. دي كده الاكسده والاختزال من المفهوم التقليدي. الاكسده والاختزال من المفهوم الايه؟ التقليدي. يلا بينا نخش على الاكسده والاختزال من المفهوم الحديث. يلا بينا. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان المفهوم الالكتروني او المفهوم الحديث ده بيكون فيه الكترونات، صح كده؟ بيكون فيه الكترونات موجب ايه؟ او سالب. طيب انا دلوقتي جيت جبت لك ذرة صوديوم Na وذرة كلور. تعالى كده بس ثانية واحدة. ادي الصوديوم، تمام، ادي الصوديوم Na مع كلور Cl. طيب الصوديوم يا مستر عدده الذري 11. عدده الذري كام؟ عدده الذري 11. طيب
والكلور عدده الذري كام؟ عدده الذري 17. ماشي، تعالى كده نوزع مع بعض. طيب ادي 2 8 1 2 8 1. ماشي، هنا يا مستر كام؟ تعالى نوزع 2 8 7 صح كده، ادي 17. طيب هنا يا مستر ده عايز يفقد الواحد وده عايز يكتسب الواحد ده صح كده. طيب يبقى تفاعل الاكسده الاختزالي هنا هيمشي ازاي؟ ده هيفقد الواحد، يبقى هيطلع كده الناتج اللي هيطلع ايه؟ هيطلع ان ايه موجب، ان هو فقد واحد، إيه سي ال سالب اللي هو اكتسب واحد. يبقى ايه يا مستر؟ هو اللي فقده هو ايه؟ واحد فقد واحد اكتسب. يبقى بسمي ده عمليه اكسده واختزال ايه؟ بالمفهوم الحديث، بالمفهوم الحديث، لان فيه ايه؟ الكترونات. طيب لو عايز اكتب المعادله كده كلها كامله على بعض، تعالى كده شيل دي، كتبت كده ايه؟ ان ايه زائد سي ال 2 اداني ايه؟ اداني ان ايه موجب سي ال سالب. تمام كده يا مستر؟ تمام. يبقى انا عندي ال ان ايه ده عامل مؤكسد ولا مختزل؟ ده عامل ايه؟ عامل مختزل. عامل ايه؟ عامل مختزل. طب السي ال ده عامل مؤكسد، برافو عليك، عامل ايه؟ عامل مؤكسد. طيب العملية دي كده اسمها عملية ايه؟ قلنا العامل عكس العملية، العامل عكس العملية. لو عامل مختزل تبقى عملية ايه؟ عملية أكسدة. أيوة كده، عملية ايه؟ عملية أكسدة. عملية ايه؟ أكسدة. طيب هنا كده العملية دي اسمها عملية ايه؟ عملية، أيوة برافو عليك، عملية ايه؟ عملية اختزال. عملية ايه؟ اختزال. تمام. طيب نيجي نعرف كده عامل مختزل وعامل مؤكسد، نقول هما ايه؟ العامل المؤكسد العامل المختزل هو عملية ايه؟ هو العامل الذي يفقد الكترون او اكثر، الكترون او ايه؟ او اكثر اثناء التفاعل. يبقى بيفقد الكترون او اكثر. هو فقد اهو، بص فقد فين؟ او فقد الالكترون ده اثناء الايه؟ اثناء التفاعل. طيب يبقى عملية الأكسدة هي عملية إيه؟ طب استنى واحدة كده على عملية الأكسدة دي. طيب العامل المؤكسد، العامل المؤكسد ده هو الإيه؟ اللي اكتسب أهو، اكتسب صح كده. طيب يبقى هو العامل الذي يكتسب إلكترون أو أكثر أثناء الإيه؟ أثناء التفاعل. طيب ماشي، يبقى بقى نيجي نعرف عملية الأكسدة إن هي إيه؟ إن هي يا مستر هي عملية كيميائية تفقد تفقد الكترون او ايه؟ او اكثر. عمليه كيميائيه تفقد فيها الكترون او ايه؟ او اكثر. تمام. طيب عمليه الاختزال هي عمليه ايه؟ عمليه كيميائيه تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى اكتساب الكترون او اكثر. اكتساب الكترون او ايه؟ او اكثر. تكتسب الكترون او ايه؟ او اكثر. تمام كده يا ابطالنا، احنا لمينا الاكسده والاختزال كلها في سبوره واحده كده يا ابطال. بعد السبوره دي احنا خلصنا الدرس الاول. الدرس الاول هو مش صعب، بس هو دسم شويه، فيه شويه معلومات كتير، محتاج تكون فاهم شويه اساسيات كيمياء. دي اللي انا حاولت ابدا لك فيها في اول الدرس خالص. فان شاء الله تكون فهمت، ان شاء الله تكون استفدت. اشوفكم على خير يا ابطالنا في الحصه الجايه والدرس الجاي. وزي ما قلت لك اوعى تنسى ان احنا عندنا نظام متابعه خاص الترم ده هنشتغل بيه. ابعت لي على رقم الواتساب 012 028 26 714 وهبعت لك كل تفاصيل يا بطل. وان شاء الله ترم قوي جدا زي الترم اللي فات، وزي ابطال البيولوجي اللي قفلوا علوم الترم اللي فات انت كمان هتقفل الترم الجاي. اشوفكم على خير، مع السلامه يا ابطال.